اشتري العربيات دي وافكس العربيات دول. يلا بقى نتخانق ونسير الجدل شويه، الواحد بقاله كتير متقي خير شره، بس خلاص عايزين شويه شطشطه. افكس الشيفورليه اوبترا، اصل لو عايز اعتماديه هتروح للصاني، لو عايز انتشار هتروح للشيري اريزو 5 او الصاني برضه، لو عايز دلع هتروح للبايك اليو 5 البلس، ولو عايز حاجه اوروبيه هتروح للرينو تالين. فالاوبترا مش عربيه وحشه، بس المنافسه اشتدت عليها شويه. افكس التويوتا الاربن كروزر، انا ممكن ارص لك 10 عربيات صيني احسن منها، بس حتى لو انت راجل كلاسيكي وعايز عربيه ياباني عندك الميتسوبيشي الاوتلاندر سبورت، سعرها نزل وبقت ارخص من التويوتا بحبه، ده غير ان هي شكلها احلى وفيها اوبشنز اكتر. وتنويه بسيط، العربيات اللي بقول افكسها ده مش معناه ان هي عربيات وحشه، ممكن تكون عربيات مثلا سعرها غالي شويه، عربيات ادمت، لكن مش قاعده خالص ان هي فيها مشاكل او حاجه. افكس الرينو اوستريو ده لان في شكل جديد نازل ليها قريب جدا، وبصراحه برضه في سعرها في اختيارات انا بشوفها افضل، ابرزهم من نيسان القشقاي، عربيه بنفس الموتور والفتيس ومنتشره اكتر وتقريبا فيها اوبشنز اكتر كمان على حد ذاكرتي، يا سلام بقى لو جبتها اي باور، ولكن هذا لا يمنع ان الاوستريل هتظل برضه عربيه كويسه، هي مساله شخصيه. افكس التويوتا كرولا والالانترا السي ان 7 عشان الاثنين بقوا غاليين جدا ومش راضيين يرخصوا وخرجوا بره المنافسه خالص. وعندك بقى شانجان يوني في جي اس سي امباو شيري اريزو 8 وام جي 7 وحاجات تانية كتير. تقول لي انت بتقارن صيني بكوري وياباني، انت اتجننت، انت بتلحد ولا؟ يقول لك ولا تزعل نفسك، هات الكيا كيفور يا عم، عربيه جميله برضه فيها فئتين، واحده مش تربو واثنين تربو وكلام زي الفل. افكس الفي دبليو التيجوان، طبعا التيجوان عربيه جميله ومفيش عليها اي كلام، بس مفيش اي منطق في الدنيا يخلي ان الترامار اختها بالظبط ترخص ربع مليون جنيه وهي لا، يعني الترامار بقت ارخص منها بحوالي 300,000 جنيه، لا اجيب الترامار وانا اولى بال 300,000 جنيه دول. فمن غير ما اطول عليك قول طول يا ابو الصفاصيف، هل انت مقتنع باللي انا قلته ولا شايف ان انا قلت حاجات غلط ومختلف معايا؟ قول لي في الكومنتس بس بادب، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو او سبسكرايب.